ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقة الفترة دي انا ما كنتش مخطط خالص ان انا اعمل فيديوهات او اطلع اتكلم في الكورة، لكن اللي حصل امبارح بعد مباراة الاهلي وشباب بلوزداد استفزني لاقصى درجة. يعني خلاني لا، قلت لا، لازم اتكلم ولازم افش الغل اللي فيا من ساعة ما شفت اللقطات السيئة جدا. ولاعيبة الاهلي رافضة تروح تحيي الجمهور. المشكلة مش ان لعيبة الاهلي، المشكلة ان اللي تزعم ده كان الكابتن محمد رمضان مدير الكورة او المدير الرياضي ايا كان المسمى. شيء بشع يعني. العادي ان ده يحصل من اللعيبه، فالمدير الرياضي او مدير الكره يغرمهم. لكن ان يكون في لعيبه عايزه تروح للجمهور والمدير الرياضي ده هو اللي ياخدهم يقول لهم لا ما تروحوش وياخدهم ويمشي، فدي في حد ذاتها كارثه حقيقيه ملهاش اي علاج. سمعت ان هم اصلا هيعملوا اعتذار وبيان اعتذار. دي القرار الوحيد المناسب ليها هي اقاله محمد رمضان. اي حاجه غير كده الحقيقه انها تفاصيل او يعني مسكنات مش هيكون لها اي قيمه. وانا مستغرب اصلا ان اللعيبه اتفاجئت ان الجمهور زعلان. يعني مش هنتكلم في قصه شتايم وكده لان دي من طبيعه الاشياء. يعني اللي بيلعب كوره او رايح يلعب كوره ومش شايف او عارف انه ممكن يتشتم، ممكن في مدرجات يتشتم، يبقى يقعد في بيتهم احسن. ده طبيعي بصرف النظر هتحبه وتكرهه، لكن دي طبيعه الشغلانه. فلما تخسر فرصه تاريخيه انك تصعد لنهائي كاس العالم وتقابل ريال مدريد برعونه شديده وبقرارات غبيه وباستهتار من اللعيبه ومن المدرب، وتروح الماتش اللي بعده فتلاقي الجمهور ده زعلان ومتضايق وشايط وبيقول كلمتين وبيهتف هتافين، يبقى انت ما تلعبهاش. يبقى انت اقعد في البيت. يبقى انت روح اشتغل مهندس ولا افتح لك عياده. في النهايه انت بتلعب كوره علشان تبسط الجمهور ده. الجمهور ده انت زعلته فاستحمل وحاول تصالحه وحاول تفرحه تاني علشان ينسى. وده اللي حصل بمجرد ان انت عملت ماتش كويس، مع انه مش كويس قوي يعني، بس ظروفه ساعدتك وكسبت مكسب كبير. الجمهور نادى عليك، كان ممكن بكل بساطة تروح تحيي الجمهور والموضوع ينتهي عند النقطة دي. لكن انت قررت انك تطلع على المسرح تاني وتصدر أزمة تاني. واضح انه يعني بنطلونات الكابتن محمد رمضان تبقى ضيقة شوية، فكانت كاتمة على رقبته او حاجة وقافلة على صدره، فمش مش طايق نفسه ومش طايقنا. يا كابتن محمد، يا كابتن محمد، يعني كفايه قوي ان احنا بالعين فكره ان المدير الرياضي للنادي الاهلي هو لاعب كوره سابق مع دبلوم صنايع. يعني في النهايه كلمه مدير الرياضي دي صعبه جدا، والمفروض انها تكون بتاعت ناس عندهم علم ودراسه وفاهمين ولايقين للمكان اللي هم فيه. لكن انه كمان حضرتك تتصرف بالشكل ده وتتزعم اللعيبه انهم يتجاهلوا الجمهور ويسيبوا الجمهور ويعاقبوا الجمهور ويربوا الجمهور ان ازاي انت تشتمنا يا كابتن محمد؟ ده انت كنت بتلعب كوره وكان الماتش عباره عن 3 دقايق تشجيع و87 دقيقه شتيمه فيك وفي اللعيبه وفي المنافس وفي كل الدنيا. يعني يا جماعه ده ما عادش فيه مدرجات اصلا، ما عادش فيه جمهور اصلا. هو انتوا بتلعبوا تحت ضغط ولا انتوا بتشوفوا جمهور؟ امال الجمهور في الثمانينات والتسعينات والسبعينات امال اللعيبه دي كانت تعمل ايه؟ اللعيبه دي بدون اي مبرر كانت ليل ونهار بتتشتم وعادي، وتعاملوا مع الموضوع وفهموا ان ده جزء من ضريبه واعباء الشغلانه. وانا بس يعني هتكلم على ماتش باتشوكا لانه انا كنت حاضر، او يعني اللي حصل في ماتش باتشوكا لان انا كنت حاضر من الملعب. وفي الوقت اللي كباتن النادي الاهلي ضيعوا اسهل فرصه للتاهل لنهائي بطوله عالميه زي دي وركبوا الاتوبيس وروحوا واستحموا وغيروا وتقريبا ناموا، كان جمهور النادي الاهلي لسه واقف في طوابير المترو علشان يرجع بيته. يعني في جمهور جه من مصر دفع فلوس كتير جدا، جمهور جه من باقي دول الخليج، جمهور جه من قطر، من جوه قطر ومن انحاء مختلفه في قطر علشان يتفرج على الماتش ويفرح. عملت فيه المقلب السخيف ده وانا للمصادفه يعني ان انا كنت مسافر بعد الماتش على طول، فطلعت من الماتش بعدها بساعتين 3 على المطار. المطار كله كان عباره عن ناس بتزق، يعني بتزق العربيات بتاعتي يعني الشنط، وكلهم لابسين تيشيرتات الاهلي. ومش عايز اقول لك وكأن على رؤوسهم الطير، محدش بيكلم حد.
الناس كلها زعلانه والناس كلها متضايقه ودافع فلوس كتير ومتقدر ومش هتنام. تعبت اصلا عشان بقولك، عشان بس توصل لمحطه المترو اللي قدام الاستاد، انت وصلت لها بعد نهايه الماتش بساعتين، اللي هو غالبا كانت اللعيبه روحت ونامت. فالجمهور اللي عانى المعاناه دي وزعل الزعل ده، ما تتقبلوش رد فعله وتبقى مهتم كمان انك انت تصالحه وتعوضه عن الكارثه اللي انت عملتها؟ لا. فلما يهتف هدفين ضدك مش عاجبينك، ما تروحش تحييه، ما تروحش تحيي الجمهور. انت مجنون، انت مجنون. هو انت ليك حاجه عند النادي الاهلي؟ انت حضرتك بتلعب يا كابتن سين وصاد وعين وكابتن الفرقه ومش كابتن الفرقه، وبتقول انت لو ما اديتنيش الرقم ده مش هجدد، لو ما اديتنيش الرقم ده انا هروح نادي تاني. تاخد فلوس كتير 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 ومش عاجباك وعايز تاني، عادي يعني. لكن الجمهور ده هو اللي بياخد من قوته وقوت ولاده علشان يجيب التذكره اللي هيروح بيها الماتش ويركب المواصلات او يدفع البنزين بتاع العربيه اللي هيروح بيها ده اللي بيصرف عليك وعلى النادي. فده اللي ليه حق ايا كان بيعمل ايه، ايا كان هيعمل ايه. ما ينفعش اصلا تتحدى الجمهور او تعاقب الجمهور او تربي الجمهور. انا عايز جمهور ما بيهتفش ضدي، انا عايز جمهور بيشجعني بس، انا عايز جمهور لما يعمل كارثه، لما اعمل كارثه يطبطب عليا كده ويقول لي معلش ولا يهمك، خيرها في غيرها. مش انت اللي بتختار الجمهور. مش عاجبك الجمهور ده امشي، لا، هو ده جمهور ما بيقبلش غير بالمكسب مره واثنين وثلاثه وعشرة. لو جبت 10 بطولات وخسرت بطوله هيشتمك على البطوله اللي خسرتها. تمام، دي القاعده. عجباك القاعده دي يا ابن الناس؟ تمام، خد بقى قدامها البينيفيتس الكتير اللي بتاخدها، الفلوس والشهره والوضع الاجتماعي وكل حاجه. مش عاجبك قول انا مش مستعد للضغط ده ومش عايز اتشتم، انا هروح نادي تاني. الموضوع بسيط. لكن انك انت تفكر انك هتعاقب الجمهور او تأدبه تبقى عندك مشكله كبيره. انت ومدير كورتك ومديرك الرياضي ورئيس النادي حتى، لازم كل ده، لازم اللي حصل ده يكون له تبعات كبيره وردود فعل كبيره وقرارات كبيره، والا فانت رايح لمرحله انه اللعيبه ممكن بكره ترفع الجزمه في وش جمهورك زي ما لعيبه فرق تانية بتعمل. ما افتكرش ابدا ان حد مستعد او هيتحمل او هينفع اصلا ان ده يحصل في الاهلي.